وأخيرا انتهى زمن السكوت بعد أن جاء الاختيار الملاكي المقصود والمرتب. وأكرر: الاختيار الملاكي المقصود والمرتب لحكم الدرجة الأولى الضعيف شريف رشوان لتخليص، وليس لإدارة، لتخليص مباراة الزمالك والمقاولون العرب أمس. اختيار يضع حدا للسكوت أو للتهدئة مع الحكام المخلصين، مخلصين أي يخلصون لمباريات الدوري على حساب الحق والعدل وصعود وهبوط الأندية. وبالفعل فاز الزمالك 1-0 ظلما وعدوانا، وخسر المقاولون تعادلا على الأقل كان مستحقا. وحققت اللجنة هدفها من حكمها. وأقسم بالله أن أي متفرج متعصب للزمالك أو أي موظف أو مدرب أو لاعب في نادي الزمالك لم يكن يجرؤ على إدارة اللقاء بالأسلوب الفاضح في المجاملة للزمالك والظلم للمقاولون كما فعل الرشوان. اللمسة للزمالك مخالفة، والضرب للاعبيه مسموح، والإنذارات فقط للمقاولون. قرار إسناد المباراة لرشوان قرار فاسد. أسلوب رشوان في إدارة اللقاء كان أكثر فسادا، وهو كان عارفا ومتأكدا أن أحدا لن يحاسبه على هذا الفساد. استمرار التحكيم على ذلك الحال هو الفساد الأعظم. شريف رشوان، وتمعنوا طويلا في اسمه، فكروا كثيرا في اسمه، سبحان الله له نصيب من اسمه. لم يتردد رشوان في احتساب ركلة جزاء وهمية للزمالك من تمثيلية تستوجب إنذارا ضد الممثل شيكابالا الذي مرر الكرة وثبت قدمه اليمنى وألقى بجسمه على الأرض بثقة، يعرف أنه سيسقط ويعرف أنه سيسند على الأرض بيده لأنه يعرف أنه سيسقط، ويعرف أنه لن يصاب لأنه يعرف أنه سيسقط وسيضع يده ليحمي نفسه بسهولة. وكان يعرف جيدا نوايا الحكم الذي انتظر بفارغ الصبر حتى واتته فرصة ركلة الجزاء للزمالك، واحتسبها دون أي تردد، بل وبفرحة واضحة في تصرفاته. رشوان شاهد أكثر من ركلة جزاء صحيحة أكثر وضوحا للمقاولون العرب قبل تلك اللعبة، وعندما احتسب لعبة الزمالك تبعتها ركلة جزاء أخرى للمقاولون واضحة، تجاهل هذا وذاك بخوف وذعر وظلم وتخاذل، كاشفا عن وجهه الحقيقي كحكم مرسل لأداء مهمة واضحة ومحددة لتحقيق الفوز للزمالك بأي ثمن، ودون أي اعتبار لفريق المقاولون أو هبوطه أو حتى حله كنادي أو إلغائه من الوجود. رشوان هو نفسه الذي دمر فريقي الأولمبي قبل أعوام ولصالح الزمالك كالعادة في استاد الإسكندرية، عندما أهدى الزمالك ركلة جزاء وهمية لعمرو زكي في الوقت بدل الضائع وكنا متعادلين، وفاز بها الزمالك بكل أسف، وهبطنا بكل أسف، ولم يعد الأولمبي بعدها. رشوان بقميصه وصفارته وقلبه وميوله وكلها باللون الأبيض لم يخرج بطاقته الصفراء على الإطلاق لإنذار أي لاعب من لاعبي أو ملائكة الزمالك رغم المخالفات والعنف خلال اللقاء. ومحمود فتح الله وحده، محمود فتح الله وحده يستحق 5 إنذارات، 5 إنذارات للاعب واحد، محمود فتح الله في اللقاء لم يحتسب أي منها
وسترون بأعينكم. هي سياسة انتهجها الكثيرون من الحكام الخائفين والمذعورين من اعتراضات وتهديدات التوأم ومن الظهور المتكرر لإبراهيم في البرامج. رشوان لم يكن المخطئ الأكبر، الجريمة كانت في تجاهل حكام أفضل مثل جهاد جريشة ومحمد عباس ومدحت عبد العزيز وتوفيق السيد. لجنة الحكام هي المخطئ الحقيقي في مهزلة الأمس، وفور رؤيتي لرشوان في دائرة الوسط قبل اللقاء عرفت النتيجة، عرفت سيناريو اللقاء المكتوب سلفا. ما حدث من الحكم محمد فاروق في مباراة الزمالك وبتروجيت مر دون عقاب، وكشفناه في حينه بالصورة. ومن ياسر عبد الرؤوف في مباراة إنبي والزمالك من فضائح ومجاملات مر دون عقاب، وكشفناه أيضا عبر الشاشة. وما فعله سمير عثمان في مباراة الزمالك والجونة مر بدون عقاب، وكتب عنه عامر الوكيل تقريرا. وسيمر ما فعله شريف رشوان أيضا بلا عقاب. المصيبة أنك غير قادر على اتهام الحكام بضعف الشخصية أمام الزمالك والخوف من الجمهور أو من الإعلام أو من النجوم أو من أسماء الأندية، لأن نفس هؤلاء الحكام أصحاب الأيادي البيضاء على الزمالك في الموسم الحالي والسابق هم من يتحولون أسودا أمام أكبر منافسيه ويظلمونه دائما في مبارياته في الدوري، مما يدل على أن الأمر لا يرتبط بسوء الشخصية، يرتبط بسوء النية. وحتى لا يتحول كلامنا إلى مجرد آراء أو وجهات نظر أو مناصرة لنادي على آخر أو تعصبا لنادي دون آخر، سنكتفي بالصورة وهي لا تكذب أبدا. ونحن نعلم أكثر من غيرنا أن لجنة الحكام لم ولن تتحرك، لم ولن تتحسن، ولن تبحث عن العدل. رشوان كشف أمس عن الوجه الحقيقي للحكام والتحكيم. وكم أتمنى لو أعلن الرجل المحترم صاحب التاريخ المحترم محمد حسام الدين استقالته من رئاسة تلك اللجنة المشبوهة ليبقي على احترامه وعلى تاريخه بعيدا عن المهازل والفضائح والروائح. ولمن يغضب من غياب العدالة كفاه مشاهدة بعيدا عن الدوري المصري، وأقول له ابتعد مؤقتا عن مشاهدة مباريات الزمالك إلا إذا كنت من أنصاره. ولمن يختلف معنا في الرأي أقول لكم آراؤكم ولي آراء، والحياة ظلال وأضواء.